مشكلة إن إحنا بنبدأ في الحاجة بس ما بنعرفش نستمر فيها. قريت مقولة كده في مرة كانت بتقول: إذا زرعت فكرة حصدت عملا، وإذا زرعت عملا حصدت عادة، وإذا زرعت عادة حصدت شخصية، وإذا زرعت شخصية حصدت مصيرا. وده بيلخص اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. فأهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الاستمرارية، ودي مش تبع سلسلة، احنا خلاص وقفنا السلاسل فترة. فتعالى بقى نخش على طول ونكلمك عن الاستمرارية. تعالى كده في الأول نسأل نفسنا سؤال صغير: تفتكر ليه مش بنستمر في حاجة كنا بادئينها بشغف وبطاقة كبيرة قوي؟ وقف الفيديو، جاوب على السؤال، وبعد كده ارجع كمل. تعالى بقى يا صديقي نشوف الأسباب اللي بتخلينا ما نستمرش. هم على فكرة أسباب كتير، حوالي 9 أسباب 10 أسباب كده. أول سبب فرحة البدايات وقسوة النهاية. أنا عارف إن دي أغنية لتامر عاشور، عارفك أنت لئيم بتحب تسمع تامر عاشور. بص يا صديقي، في البدايات بنبقى متحمسين للفكرة، عندنا شغف وطاقة وحب للحاجة اللي إحنا بنبدأ نتعلمها أو بنتعلمها جديد. بعد أسبوعين، بعد ما نكمل فترة، إيه اللي بيحصل؟ الطاقة بتقل، الشغف بيروح، مفيش حب للحاجة بعد ما تعمقنا فيها أكتر. فعشان كده بنسميها قسوة النهايات. تاني حاجة يا صديقي، إن عقلنا بيهيأ لنا إن الطريق طويل فما بنحبش نكمله، ما بنحبش نوصل لآخره. يعني لو الطريق طويل وحسيت اللي هو هيتعبك، لا ده أنا عشان أتعلم إنجليزي مثلا لسه هاخد 6 شهور عشان أوصل لمستوى كويس وأبدأ أتكلم. لا يا عم، ده طريق طويل. عقلك بيصور لك كده، فبالتالي تعمل إيه؟ تبعد عن الهدف واحدة 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 واحدة، وخلاص على كده. إيه تاني؟ عدم وضوح الرؤية للهدف، مقارنة، تشتت، تسويف. ساعات بتستخدم مزاجك، يعني بتستنى مزاجك أو يكون عندك مزاج عشان تعمل المهمة اللي عليك. يعني لو أنت النهاردة مش رايق فأنت مش عامل المهم، خلاص بقى هنقعد كل يوم على مزاجنا، مش هنعمل حاجة النهاردة. وفي برضك إن إحنا نحط تعدد مهام، نحط مهام كتير وما نرتبهاش بأولوية ولا بنرتب إيه المهم وإيه اللي مش مهم. تعدد المهام يخلينا نتشتت، فبيعمل زي نقول ايه، عدم استمراريه. الارهاق، بتشتغل من غير ما تحسب الوقت. انت ما بتحسبش وقت، ما بتشوفش بتحسب الكم، اللي هو انا اشتغلت كتير خلاص انا هوصل. لا، انت ما بتشتغلش بالكم، ما بتحسبش كمان الوقت بتاعك. وده يا صديقي يودينا للحلول. ايه هي الحلول؟ احنا قلنا ان من اكبر المشاكل اللي بتخلينا ما نستمرش هي تعدد المهام. هناخد مهمه واحده نخلصها، بعد كده نشوف لو نقدر نعمل مهمه تانية او مهمتين ايا كان يعني. وده برضك يودينا ان احنا لازم ننظم وقتنا، وعملت حلقه كامله عن تنظيم الوقت، هتعرف في الاي هنا وهنا على حسب انت عامل موبايلك انهي لغه. وكمان عايزه اقول لك ان من اهم اعدائنا، وقلتها قبل كده وهفضل اقولها، هو التشتت. لو خلصت من التشتت، انت خلصت من نص المشاكل اللي ما بتخلكش تستمر تقريبا يعني. وعملنا حلقه عن التشتت وازاي تتخلص منه وازاي تعالجه بكذا طريقه، واديتك طرق كتير اللي برضك في الاي اللي هنا او اللي هنا. عايز اقول لك يا صديقي ان ممكن تغير روتين يومك كامل. يعني يومك دايما مش شرط الروتين بتاعه اللي هو انا بصحى، افطر، انزل مش عارف شغلي، مش عارف، ارجع انام، اكل وانام. فانت ضغطت الروتين، ده روتين، انت كده راجل روتين. فمثال مثلا، مثال لو انت بتشتغل 8 ساعات، ما ترجعش تنام بقى لغايه تاني يوم الصبح. طبعا اللي بيشتغلوا 12 ساعه فضلوا ربنا يكون في عونهم، يعني ما اقدرش اقول لهم يعملوا حاجه اصلا. وطبعا مع تغيير روتين لازم تهتم بصحتك، لان طول ما صحتك كويسه طول ما انت هتقدر، زي اقول لك ايه، تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني هتقدر صحتك تجيبك ويكون عندك القدره انك تشتغل. انك لو صحتك مش كويسه مش هتعرف تشتغل. زي ما قلنا الارهاق، لو عندك ارهاق مش هتعرف تعمل حاجه. عايز اقول لك يا صديقي انك لازم لما تيجي تحط اهداف لنفسك لازم تحط اهداف واقعيه، تكون تقدر تعملها على ارض الواقع وتكون واقعيه جدا، لدرجه انك يعني لو حصلت مشكله لا تقدر تعمل غيرها وتكمل على نفس الهدف بتاعك عادي. ده يودينا ان احنا لازم نصبر وما نخافش نجرب، يعني الصبر، وما تخافش من التجربه طبعا، عشان كل ما تجرب اكتر كل ما تكتسب خبره اكتر، كل ما
يعني هتعرف اكتر. وعايزك يا صديقي تكون فضولي لنفسك مش لغيرك. يعني مش عايز الفضول في حتة المقارنة، اللي هو ايه ده انت وصلت لكده، طب انت وصلت ازاي، اخش اعرف انت وصلت كده ازاي. طيب ماذا بعد؟ ما استفدتش حاجة. دي بقى النقطة اللي بقى ده، خد قدوة. مش شرط تاخد قدوة، خد حد قدامك عمل حاجة انت شايف ان هي تنفع معاك وتستفيد منها. ليه ما تاخدهاش وتستفيد منها وتجربها، بدل ما نخلي المقارنة في ناحية سلبية بس؟ ليه ما نعملهاش في ناحية إيجابية أكتر؟ عايزك يا صديقي ما تستناش مزاجك. زي ما قلنا من شوية إن لو استنيت مزاجك هيعطلك، فأنت ما تستناش مزاجك. اشتغل أيا كان المزاج بتاعك، أيا كان، متنكد بقى، متعصب، متضايق، مقرف، فرحان. اشتغل. اشتغل، ومع الشغل هتلاقي نفسك يعني فاهم بقت عادية خالص. عايزة أقول لك يا صديقي إن في حاجتين مهمين برضك وهنختم بيهم الحلول. أول حاجة قيس الاستمرارية مش الكم. قيس الاستمرار بتاعك في المهام وشغلك كل يوم. الاستمرارية أهم من إنك عملت قد إيه. أنا عملت حاجات كتير أول يوم ده، ماشي، ها كويس. عملت حاجات كتير تاني يوم، ها كويس برضه. بعديها قلت مهم، بعديها قلت مهم، بعد كده مبقتش بتعمل حاجة خالص، كنت كده بقيت ونزلت. فلازم لازم تقيس الاستمرار حتى لو بحاجة بسيطة. واخر حاجه، مراجعه بسيطه كل فتره تشوف انت وصلت لفين وعملت ايه في حياتك. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وشير وكومنت واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقه على طول اول باول. اكتب لنا في الكومنتات ايه الحلقه اللي انت عايزها جايه، الحلقات الجايه اللي انت عايزها او بتفكر فيها او حابب نتكلم عن ايه. ويعني دعم كده بسيط يا صديقي، كومنت شجعني فيه عشان نقدر نستمر زي ما احنا كنا بنتكلم عن الاستمراريه يعني. في النهاية يا صديقي حابب أقول لك إن لازم تعتبر نفسك دي كأنها أمانة. إزاي؟ أنت كل يوم بتبدأ بنفس جديدة بروح جديدة. اعتبر نفسك بتبدأ بكل حاجة جديدة في اليوم التاني. فأنت الأمانة اللي أنت سايبها من اليوم اللي قبله دي، لو هي ناقصة أو أنت ما عملتش حاجة تخلي اليوم اللي بعدك اللي هي النفس الجديدة والروح الجديدة تكمل عليها، فأنت كده إيه؟ بوظت الأمانة بتاعتك. فعايزك تعتبر روحك دي كأنها أمانة. واحب اختم بمقولة: مش مهم انت ماشي ببطء قد ايه، المهم انك بتستمر. وبس كده يا صديقي، سلام. حصدته. حصدته ايه؟ حصدت ايه؟ يا بيه طلع لسانك واخبطه كده، جايز في حاجة. ايه؟ طلع لسانك واخبطه، مش فاهمين. في النهاية احب اختم بمقولة: مش مهم انت ماشي، انت ماشي. ياه. فين الجنيه؟ وانا مش قلنا هنشيلها عشان الاضاءة؟ حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي جلطة. اما تضحك يا اخي. حياة النبي محمد. ده شيء مش عادي، من يوم ما شفتك وانتي ما فرقتيش بالي، يا ريت تفهمي، من يوم ما شفتك وانتي ما فرقتيش بالي، طيتيش بالي حبيبي. ما تيجي انتوا نروح لبعيد. ازاي؟